الحقيقة هنتكلم النهاردة عن شخصية حصل عليها جدل كبير جدا، والناس اتقسمت لجزئين. جزء منهم قال إنه أسس الدولة الحديثة وكان سبب حقيقي في نهضة مصر وعمل طفرة في التعليم والصناعة والزراعة، والجزء التاني شاف إنه كان ديكتاتور وعمل حالة من الفقر المجتمعي رغم الإصلاحات اللي عملها. وعشان نبدأ الحكاية دي ونشوفها بوضوح هنرجع شوية سنين حلوة عشان نعرف نحكم عليها. ويلا بينا نبدأ. دلوقتي احنا في مقدونيا سنة 1769. محمد علي ما كانش اسمه ولا باشا ولا والي، كان بس محمد علي ابن إبراهيم أغا. أبوه اللي كان رئيس حرس الطريق اتوفى وسابه يتيم وهو عنده 4 سنين بس. وبعد وقت قليل أمه كمان اتوفت وأخدوا عمه يربيه، وبعد كده أخدوا صاحب أبوه يربيه مكانه. الراجل عاش في الضنك والدنيا كانت على قدها قوي معاه. عاش على تجارة التبغ. ازاي بقى؟ كان بيجمع التبغ ويبيعه، وكمان بقى مسؤول عن تأجير السفن. شوف الذكاء، اشتغل في التمويل والقيادة وهو عيل صغير. المهم ان اللي ساعده عشان يطلع من العيشة الصعبة دي هو انه اتجوز بنت عمه أمينة هانم، ودي كانت غنية جدا زي سيدة أعمال كده، ودي حاجة نقلته نقلة تانية خالص وحياته بقت أحسن، وعمل زي قاعدة اقتصادية صلبة من بدري وهو لسه مش بيعرف يفك الخط. بيحكوا إن هو قعد سنين طويلة وهو بيبصم بدل ما بيمضي أو بيخلي حد يكتب له. الراجل ده كان ذكي لدرجة إنه قدر يقود فرقة من العساكر الألبان اللي كانوا معروفين بالعند بتاعهم وقسوتهم. محمد علي لما سمع إن في حرب في مصر قال أروح وأشوف حظي هناك إيه، وجا مصر فعلا. كان لواء في فرقة ألبانية عشان يحارب الفرنسيين في آخر وجود ليهم في مصر. بس محمد علي ما كانش همه يحارب نابليون قد ما كان همه يشوف مين اللي هيكسب في الخناقة اللي بتحصل. ولما ركز لقى إن المماليك عندهم قوة بس متفرقين مش متجمعين على حاجة، والناحية التانية الولاة العثمانيين ضعاف وما بيفهموش حاجة غير جمع الضرايب. وهنا بقى بدأ تشغيل الدماغ. الحقيقة هو محبش حد منهم، هو بس لعبها صح لما لقى الولي العثماني خورشيد باشا بيستفز الشعب، وخصوصا بعد ما فرض ضرايب تقيلة. محمد علي قال يشد حيله ويقف مع الشعب. الناس حبته لأنه كان بيفتح مخازن الأكل وقت الأزمة وبيقول للجنود ما تمدوش إيديكم على حبة قمح من بتاعة المصريين، وكمان وقف مع شيوخ الأزهر ووعدهم بالعدل. وهنا بقى ظهرت عبقرية عمر مكرم، وده كان نقيب الإشراف والعلماء في دار الحكمة. وقتها اجتمع مع العلماء والشيوخ وعمل زي مجلس طوارئ كده، واتفق إن هو هيعزل خورشيد باشا ويعين محمد علي سنة 1805. والحقيقة إن محمد علي رفض في الأول، ولا يا جماعة دي مسؤولية كبيرة ومش هقدر عليها، عشان يبين إن هو مش عايز السلطة. وبعد ما تحايلوا عليه شوية خلاص والله ماشي اللي تشوفوه موافق، بس عندي كام شرط كده. إن أنا هحكم بالعدل ومش عايز أي حد يقول لي أعمل إيه أو ما أعملش إيه، لو موافقين يبقى اتفقنا. وفعلا تمام، والسلطان طلع الفرمان بتاعه زي قرار تعيين كده، كان تأكيد على رغبة الشعب. والحقيقة إن ده كان أول واحد يحكم والناس هي اللي عايزاه، ودي كانت حاجة ما حصلتش لأي والي قبل منه. وبكده خلاص محمد علي بقى هو والي مصر، بس ما كانش قاعد مرتاح. كان في 3 أطراف عايزين يشيلوه من مكانه، ما كانش عارف ينام بسببهم. أولهم كانوا المماليك، ودول بقى حاولوا إن هم يهاجموا القاهرة كذا مرة بس كان بيصدهم بعد كده. وتاني مشكلة كانت السلطان العثماني نفسه. لما وافق على تعيين محمد علي عشان الشعب عايزه، ده خلى موقفه ضعيف، فحاول ينقله إن هو يكون والي جدة. لكن الزعامة الشعبية بقيادة عمر مكرم وقفت قصاد الفرمان ده، ودي كانت جدعنة منهم لتاني مرة معاه. وسنة 1807 جت حملة إنجليزية عشان تخلعه وتحط والي من المماليك، والشعب المصري طلع في رشيد وقد بالإنجليز، وده اللي خلى محمد علي يثبت أكتر. والسلطان العثماني يشوف إن محمد علي محبوب من الشعب وقادر يحافظ على الدولة. وكده خلص من المشكلة اللي كانت جايله من بره، الحملة الإنجليزية، وإن السلطان العثماني مش راضي عنه، لكن جوه ما كانش عنده ثقة في اللي حواليه. بعد ما عمر مكرم سنده وساعده إن هو يوصل، محمد علي لقى إن الزعيم الشعبي ده لسه بيتحرك وبيتكلم مع الناس وممكن يناقشه في أي قرار ويزهقه. فقال إحنا علينا من ده إيه؟ إحنا نخلص منه هو كمان. وسنة 1809 نفل دمياط بتهمة اختلاس أموال. وبكده قالك ولا ديمقراطية ولا حاجة، هي عينتني بس كفاية كده، ومنع أي صوت للمعارضة. وعشان يكمل تثبيت الحكم بتاعه ويكون مرتاح لازم يخلص من المماليك هم كمان. وهنا بقى تيجي القصة المشهورة، مذبحة القلعة 1811. نقفل بقى الأبواب والشبابيك وأهلا بيكم.
كان محمد علي لازم يبعت ابنه طوسون على الجزيرة العربية عشان يحارب الوهابيين بأمر من السلطان، فقرر يعمل أكبر حفلة وداع ويلم المماليك كلهم. العزومة دي الحقيقة كانت فخ، كل المماليك لبسوا لبس غالي وجايين على الأحصنة، وبمجرد ما دخلوا في ممر ضيق قبل ما يوصلوا للباب قفلوه وطلعوا عليهم العساكر الألبان واشتغلوا ضرب نار فيهم لحد ما انتهوا خالص. بيقولوا إن الناجي الوحيد كان اسمه أمين بيك، نط بالحصان بتاعه من سور القلعة، وبعدها محمد علي بعت ابنه إبراهيم باشا يلحق باقي المماليك اللي هربوا للصعيد وقضى عليهم كلهم نهائي. ومن اللحظة دي يبدأ محمد علي ياخد راحته، خلص من دوشة المماليك وعزل عمر مكرم والشعب عشان بيحبه، خلص على الإنجليز وثبت حكمه غصب عن السلطان العثماني. وكده حلو قوي، ونبدأ نشوف حال البلد بقى. وبدأ المشروع الأهم، الجيش. كان محتاج إن هو يبني جيش قوي بعد ما فشل في تجربة تدريب العساكر الألبان في 1815 عشان اتمردوا وقتلوا المدربين بتوعهم. شاف إن هو لازم يبني جيش من الصفر، جاب ضباط فرنسيين زي الكولونيل سيف اللي بقى سليمان باشا الفرنساوي بعد كده. بدأ إن هو يجند شباب الصعيد وخصوصا إخواتنا السودانيين عشان مناعتهم كويسة وهيستحملوا المجهود. والحقيقة إن دي كانت كارثة، إن بقى فيه تجنيد إجباري اللي هي السخرة، كان بيخطف الأولاد من أهاليهم. والحقيقة إن دي كانت ضريبة قاسية جدا على الناس الفقيرة. بس محمد علي كان شايف إن مصر بقى عندها جيش حديث قادر على المنافسة الأوروبية. وقتها شاف إن مصر مش هتكبر غير لو الدولة بقت هي المتحكمة في كل جنيه بيدخل وبيخرج، وده سر نظامه. عمل حاجة اسمها الاحتكار الشامل، بدأ إن هو يلغي نظام الالتزام اللي فعلا دمر الفلاح وسحب الأراضي اللي كان اسمها أراضي الأوسية من الملتزمين، وما بقاش عنده حاجة اسمها صاحب أرض. هو لغى نظام الملتزمين وإن ناس قليلة تكون مالكة أراضي كبيرة، بس هو نفسه بقى الملتزم الأكبر. خلينا نشوف اللي حصل مثلا في مجال الزراعة. دخل محاصيل جديدة وغالية زي القطن طويل التيلة بمساعدة واحد اسمه جمل، والقطن ده بقى عامل زي البترول بتاع مصر، بس كان بيجبر الفلاح يزرعه ويشتريه بسعر قليل جدا، فبقت الدولة غنية والفلاح فقير. أما في مجال الصناعة، محمد علي عمل مصانع ضخمة جدا زي ترسانة الإسكندرية لبناء السفن ومصانع النسيج ومصانع السكر. كان بيخلي شيوخ المنطقة الشعبية يجمعوا الشباب الصغيرة عشان يشتغلوا، وده كان تعليم إجباري بس بمجهود. والمشكلة هنا إن هو دمر الصناعات اليدوية المحلية والورش الصغيرة، ما بقاش فيه حرفيين وكله بقى في المصانع. بس عشان المنظومة دي تشتغل كويس كان لازم يعمل نظام إداري قوي، فعمل نظام ما كانش موجود قبل كده. سنة 1837 قسم الحكومة ل7 دواوين اللي هي وزارات زي ديوان الجهادية وديوان التجارة وديوان المدارس، وعمل أول مستشفيات حديثة ومركز طبي اسمه مجلس الصحة، وفتح مدرسة الطب في أبو زعبل سنة 1827 بمساعدة كلاود بيك الفرنسي. ودي ما كانتش بس عشان تعالج الجنود، دي كانت عشان تعمل حجر صحي على الحدود وتمنع الأوبئة. كمان فتح مدرسة المهندس خانة ومدرسة المدفعية ومدرسة الألسن سنة 1835 عشان يترجموا علوم أوروبا. حتى مدرسة القابلات اللي هي الولادة تأسست سنة 1829، كانت مهمة جدا. ليه؟ عشان تطلع ممرضات يقدروا يقللوا وفيات الأطفال، وبالتالي يكون في عدد أكبر من الذكور ينفعوا للجيش والتجنيد الإجباري. الحقيقة إنه نجح إن هو يعمل فكرة التخصص العلمي في مصر، وبعت 400 طالب في بعثات لأوروبا، أشهرهم رفاعة الطهطاوي اللي رجع وبدأ يغير طريقة تفكير المصريين كلها. الموضوع ده طلع جيش من الناس المتعلمة، وهم دول اللي هيبنوا مصر بعد كده. بس المشكلة إن كل العلم ده كان هدفه يخدم الجيش بس، ما كانش لنشر المعرفة بين عامة الشعب. وكمان كل ده كان بيتم من فوق لتحت، بمعنى إنه كان بيعتمد على الأجانب زي كلاود بيك في الطب وسليمان باشا الفرنساوي في الجيش. محمد علي حب إن هو يتوسع ويزود النفوذ بتاعته وكمان يأمن الحدود، فبعت حملة السودان سنة 1820 بقيادة ابنه إسماعيل كامل. ما كانتش مجرد فتح، كانت عملية استعمارية صريحة. وكان الهدف من الموضوع ده إنه يجيب دهب وفي نفس الوقت يجيب جنود عشان يتجندوا ويأمن حدود النيل. وده كان كويس للدولة المصرية إن بقى ليها عمق في أفريقيا، بس كان صعب على شعب السودان في اللي حصل معاهم. وفي اليونان سنة 1824 شارك محمد علي بالجيش والأسطول بتاعه عشان يساعد السلطان العثماني في الحرب. ورغم تدمير الأسطول في نافارين سنة 1827، لكن إبراهيم باشا كسب خبرة كبيرة جدا في القيادة العسكرية. الخطر الأكبر بقى كان في الشام. محمد علي كان بيحلم إن هو يعمل دولة عربية كبيرة ويكون هو الزعيم بتاعها.
ولما طلب من السلطان العثماني ولاية الشام بعد حرب اليونان اللي خسروا فيها الأسطول البحري بتاعه، السلطان رفض. وهنا قال محمد علي كلمته: اللي ما بيجيش بالطلب بيجي بالقتال. وهنا بدأ الغزو بتاعه. وسنة 1831 بعت إبراهيم باشا للشام بحجة تأديب والي عكا عبد الله باشا، اللي ما كانش راضي يرجع بعض الفلاحين الهربانين عنده، بس الهدف كان أبعد من كده، إنه كان عايز يأسس دولة خلافة جديدة. إبراهيم باشا هزم كل الجيوش اللي كانت قدامه ووصل لحد تركيا، وفي نزيب سنة 1839 خلص على الجيش العثماني نهائي، ومحمد علي كان خلاص هينهي الخلافة الإسلامية. وصلت الإمبراطورية المصرية لأقصى اتساع ليها، بس القوى الأوروبية بريطانيا وروسيا والنمسا شافت إن محمد علي بقى بيكسر ميزان القوة، بقى فعلا خطر حقيقي عليهم، فقرروا يلجموه. عملوا اتفاقية بالطا ليمان سنة 1838، ودي كانت اتفاقية تجارية بين العثمانيين والإنجليز. الاتفاقية دي بتلغي الاحتكار في كل أملاك السلطان العثماني، بس محمد علي رفضها. 1840 فرضوا عليه معاهدة لندن، ودي كانت الضربة القاضية. المعاهدة بتقول تسيب الشام وكل اللي فتحته، تقلل جيشك ل 18,000 عسكري بس، والأهم تفتح مصر للتجارة الأوروبية. وده كان معناه إلغاء الاحتكار، وإن الاحتكار ده يتلغي معناه فتح السوق للمنتجات الإنجليزية الرخيصة، وده دمر المصانع المصرية اللي بناها محمد علي. ومعنى كده إن الاقتصاد كله هيقع. وفي الآخر نفذ كل شروط المعاهدة غصب عنه، المشروع بتاعه اتكسر وبدأ يعيش فترة صعبة، الصحة باظت والذاكرة بدأت تروح منه بسبب مرض الشيخوخة. والحاجة الوحيدة اللي طلع بيها محمد علي من الاتفاقية دي هو إن أوروبا والسلطان اعترفوا إن حكم مصر هيبقى بالوراثة وأولاده يخلفوا حكمه. وسنة 1848 الوالي العظيم اللي حكم 43 سنة بقى عاجز، وابنه إبراهيم باشا اتولى مكانه، بس اتوفى بعد شهور قليلة. وفي شهر 8 سنة 1849 مات محمد علي، الشاب اليتيم اللي كان تاجر تبغ مدفون دلوقتي في قلعة القاهرة. ساب وراه دولة جيشها كان مرعب ومصانع شغالة وناس متعلمة. والحقيقة إن حكمه كان صعب على الناس وفيه استبداد، وحكمه المطلق ده هو اللي ورث مصر فترة من الديون الرهيبة في عهد اللي جم بعده، وده اللي أدى للاحتلال الإنجليزي بعد كده. محمد علي هو باني مصر، لكنه كمان هو السبب في كل مشاكلها الحديثة، بس محدش يقدر ينكر محمد علي هو اللي فتح عينينا على الدنيا وخلى مصر مصر زي ما نعرفها دلوقتي. ودي كانت قصتنا النهاردة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك والاشتراك.